وعم هدوء الأماكن. وعند الطفلة ووالديها وحسن جاء ظل من بعيد وليس له ملامح وقال: أنت يا صغيرة لست الطفلة التي ستقتل بلورة، لا لست أنت، بل طفل آخر ومن عالم مختلف، وهي الطفلة ليست لها وجود الآن. أمال كاستر قال لي كده ليا؟ عشان ما يخليش بلورة تقتلك انت وحسن. طيب احنا هنعمل ايه؟ ساعدنا. مساعدة من؟ ومن سيساعد؟ أنا من سأمسك بك يا صغيرة وأقتلك، وأمسك حسن وأقطعه أجزاء يأكلون في عالمكم جملة، ويذهب للجحيم. والآن نحن في الجحيم ولا مفر منه. ومن بعد كل ذلك الكلام العسير صرخت الطفلة بأقوى ما عندها وقالت ببراءة: لو انتوا هتحبسونا هنا للأبد ومفيش مفر، فاللي خلق عالمكم خلق عالمي وهو ربنا يا عبيد. زي ما بيحصل في الأفلام كل شيء بينتهي بعد ما هقرأ أي سورة من القرآن. ثم صرخت دينا وزياد وقالوا في آن واحد: ما تقوليش كده، اسكتي يا مليكة، احنا مش في فيلم. ثم تجاهلت كلامهم وأكملت ببراءة وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان. ثم صرخت بلورة من غرفتها، ذهبت إليهم سريعا وقالت: أنت تذكري الله وفي عالمي سأنتقم منك يا سفيفة. انتي مش هتعرفي تعملي معايا حاجة على فكرة. اسكتي يا مليكة، احنا اسفين يا بلورة، بجد اسفين. أتعتذري لأنها طفلتك؟ أخبرك أمرا، أنا سأكلك الآن لأنها طفلتك. ثم صرخت دينا وأمسكت بلورة بدينا بغضب، ومليكة تصرخ: أمي! وزياد يبكي، وحسن لا مقدرة له. ثم أكلتها وهي تنظر لمليكة بفخر. حين تذكري مرة أخرى سيرة الرب سيأكل أحد يعز عليك، أتفهمي؟ والآن ستمر عليك هذه الليلة كأسوأ ليلة. ماما مش قلت إن كل شيء بخير؟ بس لو ذكرنا القرآن. بابا راحت يا بابا، رجعهم لي بقى، رجعلي بقى. زياد وهو يحضن ابنته: أنا آسف يا بنتي، أنا مش قادر أحميكي من اللي احنا فيه ده، بس ده خارج مقدرتي. وحسن وهو يبكي: كلنا هنموت هنا، كلنا هنموت. وعم الهدوء المكان، وهم في الغرفة يجلسون في القفص بمفردهم، والقفص في منتصف الغرفة، والغرفة لديها إضاءة خفيفة جدا ولكنها تضيء نصف القفص فقط، والغرفة في ظلام دامس. ثم نظرت مليكة وهي بخوف وتوجه يديها إلى مكان في الغرفة وتقول: بابا في حد هناك. زياد وهو ينظر إلى المكان: مفيش حد يا مليكة، ما تخافيش. ثم يصرخ حسن: هناك أحد من الظلام يمسك قدم حسن وليس واضح من هو، ولكن اليدين يد شيطان، هناك ضوافر وشعر في جميع أنحاء اليد وتمسك بقوة. ثم حسن وهو جالس على الأرض: سيبوني انتوا تاني أرجوك، سيبوني، الحقوني، ساعدوني. زياد وهو يمسك بحسن بقوة: امسك فيا، امسك فيا يا حسن، امسك فيا. مليكة وهي تنظر إلى الظلام في مكان آخر خلف والدها. ثم يقترب أحد ويعطيها فأس ويقول لها: اقطعي قدم حسن الآن يا مليكة. ثم أخذت مليكة الفأس ويتحول المنظر كالآتي: تتمشى مليكة وهي بلا وعي وببطء، وزياد يمسك في حسن محاولا إبعاد تلك اليد، وحسن يصرخ محاولا هو أيضا. ثم تقترب مليكة من حسن، وزياد ينظر لها ويقول بصوت مرتفع: هتعملي يا مليكة؟ وجبت منين البتاع ده؟ وثم ينظر حسن ويقول: اقطعي ايده يا مليكة، يلا. ثم تنظر لهم مليكة بغير العادة وكأنها ليست هي واقفة أمام اليد والقدم، وتقول بصوت حيح: أتريد مني أقطع اليد أم القدم؟ ينظر حسن لزياد ويصرخ ويقول: بنتك بتتكلم كده ليه؟ وينظر لمليكة ويقول: اقطعي ايد الشيء ده أكيد. ثم تنظر لهم مليكة وتضحك بهستيريا وترفع الفأس وتقول: أننا إلا هالكون. ثم تقطع قدم حسن، ويبدأ حسن بالصراخ بآهات متتالية، وتظهر مليكة والدماء تسيل على وجهها وعلى جميع أنحاء القفص.
زياد هو يمسك مليكة بغضب. انت ليه عملتي كده؟ انت ليه؟ انت عبيطة. فوقي. مليكة بخوف وتهدأ. أنا مش ثم تقع ملك على الأرض ويصرخ زياد، وحسن يصرخ بجميع ما لديه.